السلام عليكم. واش عمرك شفتي اولا سمعتي بكتاب اللي ما خصوش يتقرا؟ قصة الكتاب بدات من وسط المدينة القديمة، فين شاب استقبل ضيف غامض في ليلة مظلمة، ومن ثم بدات الكارثة. اصوات في الظلام، خيالات وضحك. هادشي اللي غنعاود ليك غادي يخليك تشك في كل كتاب قديم كتشوفه. شد النفس، طفي الضو، واسمع معايا القصة الحقيقية ديال الكتاب اللي ما كيتقراش. قبل من هادشي كامل، ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك، وعلى بركة الله يلا نبداو. عارف بلي قصتي غريبة وحتى واحد ما غادي يتيقني، ولكن ربي بوحدو اللي شاهد على شنو شفت وعشت. سميتي محمد، عشت وكبرت مع جدي من بعد موت والديا. دوزت طفولة عادية وهادئة. جدي الله يرحمه ما خلاني مخصوص من والو، حتى من حنان الوالدين حاول ما يخلينيش نحس بيه. بعد الموت ديالو مسكين، كنتفاجأ انه كتب لي بعض من الاملاك ديالو، اللي من بينهم الدار فين عشت معاه، اللي جات وسط المدينه القديمه ديال فاس. من بعد عام على موته، وفي واحد الليله شهر 12 فين الشتا كتصب بالجهد، الريح والبرد، كنت جالس بوحدي في الدار اللي كانت كبيره ومهجوره تقريبا، غير انا اللي ساكن فيها. مع ديك الوحده ديال الليل سمعت دقان خفيف على الباب. غريبه، شكون هذا اللي غيجي عندي في هذا الوقت وفي هذا البرد والشتا؟ غير حليت الباب كيبان لي واحد الراجل كبير في العمر، وجهه شاحب باين عليه العيا والنعاس، لابس جلابه مقطعه وكله فازك بالماء. السلام عليكم ولدي، كيف كتشوف حالتي مقطع بيا الحبل، ما لقيتش فين نمشي في هاد الشتا. عافاك، بغيت غير واحد البلاصه فين نرتاح هاد الليله، وغدا ان شاء الله نكمل طريقي. بصراحه بقى فيا بزاف، فكرني في جدي الله يرحمه، حتى غيكون في نفس العمر ديالو. ما فكرتش بزاف، دخلته وعطيته ياكل، وعطيته واحد البلاصه فين ينعس في الصالون التحتاني. قبل ما يمشي يرتاح، جبت واحد الحاجه من تحت جلابته اللي ملفوفه بثوب كحل قديم. هاكا ولدي، هاد الامانه خبيها عندك حتى نبغي نمشي غدا ان شاء الله. غير هو الله يرضي عليك ما تطلش عليها، قالها وعينيه كيبريو فيهم واحد النظره غريبه اللي ما قدرتش نفهمها. من الشده كيبان كتاب كبير وثقيل، هزيته وحطيته في الماريو عندي في البيت ونعست. غير صباح الحال فقت بكري باش نوجد الفطور للراجل قبل ما يمشي، ولكن تفاجأت فاش مشيت نطلع عليه، لقيت البلاصه خاويه وما كاين حتى واحد. العجب، ياك ما عنده شي حاجه ما يقضي، وحشم وخرج بلا ما يفيقني. تسنيته نهار كامل باش يرجع ياخد امانته، ولكن ما بانش. طاح الليل ومازال ما كاين حتى خبار على الراجل. هنا فين بداو الفضول والشك ياكلوني، ياك ما خبى عندي شي مصيبه وغنصدق في المشاكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه أمانة وصاني ما نحلهاش، غنزيد نتسنى مازال. ولكن غير طاح الليل وصلت ديك العشرة، ما قديتش مازال نصبر، يمكن فضول ويمكن خوف. المهم مشيت لبيت النعاس وجبت داك الثوب الكحل، حليته. تما كان كتاب اللي قديم بزاف، الجلد ديالو كحل وناشف، جلد حيوان اللي مات من شحال هادي، ما فيه حتى عنوان، من غير نقوش غريبة اللي ما فهمت منها والو. قلبت الجهة الأخرى يمكن يكون فيها العنوان، وبلا ما نحس لقيت راسي كنحل الصفحة الأولى. الصفحات كانوا صفرين، ولكن الكتابة اللي فيهم ما كانتش عربية ولا لاتينية، حروف اللي ما كنعرفهاش، كانت كتحرك بحال شي حشرات صغيرة كتزحف. والأكثر من هادشي، كانت مرسومة شي رسومات ديال شي مخلوقات ممسوخة اللي عمرني ما شفت بحالها. في اللحظة فاش شفت هادشي، سمعت واحد الهمسة خفيفة في ودني، بحال شي حد كان ورايا كيتنفس بالجهد. دارت بالزربة، ولكن ما لقيت والو، غير الظلام ديال البيت والصوت الشتا اللي كانت كتصب. خفت بزاف، سديت الكتاب بالجهد، دورته في داك الثوب ورميته في القنت ديال البيت. هادشي ما كانش خاصني نحلو، داك الراجل كان عنده الحق، ولكن شكون يكون؟ ياك ماشي سحار. ديك الليله ما نعستش، بقيت كنسمع حركات غريبه في الدار، مره كنسمع شي حاجه كتجر في السقف، ومره كنسمع صوت خطوات طالعه في الدروج، ولكن الخطوات بحال شي حد كيتمشى بالرجلين ديال الحمار. بقيت مجمد بلاصتي حتى طلعت الشمس. نضت صليت الفجر داك الصباح، مع العلم انني ما كنصليش الله يسمح ليا. قلت مع راسي صلاتي هي اللي غادي تبعدهم عليا، ولكن هذه كانت غير البدايه. دازت ايام على نفس الحال، فين حياتي تبدلات الجحيم. اول حاجه، الساعه ديال الدار حبسات في نفس الوقت اللي فتحت فيه الكتاب، 10:05 ديال الليل. تاني حاجه، كنلقى شي حوايج مبدلين من بلاصتهم. كندخل الحمام فين كنلقى المرايه مشرطه، بحال اللي شي واحد دوز عليها بظفار ماضيين. والاخطر من هادشي كامل هو الظل. في الليله الرابعه
وانا دايز من الكولوار المظلم كيبان لي الظل ديالي في الحيط، ولكن معاه ظل اخر اللي كان طويل وخفيف بحال شي دخان. درت ما كيبان لي والو ورايا، فاش عاودت شفت في الحيط كيبان لي داك الظل بدا كيطوال اكثر وبحال الا كيضحك في صمت. غوت من كثرة الخلعة وجريت لبيت النعاس فين سديت عليا الباب. هزيت الكتاب باش نقطعه ولا نحرقه يمكن نرتاح من هاد الشي، ولكن ما قدرتش، شي حاجه فيا لداخل منعتني. قررت نخرج من الدار، ما بقيتش قادر نصبر فيها دقيقه واحده. هاد الكتاب جاب معاه شي حاجه اللي خايبه بزاف. بغيت نمشي عند شي فقيه ولا شي حد اللي غيفهمني شنو هاد الشي. جمعت حوايجي الضروريه، هزيت الساروت، وقبل ما نخرج حليت الصندوق ديال جدي باش ناخد منه شي فلوس اللي كنت حاط فيه. اول ما هزيتهم كيبانوا لي تصاور ديال جدي والعائله، بقيت كنشوف فيهم وحده ورا وحده، وكنتفكر طفولتي وحياتي الزوينه اللي عشت في هاد الدار. من بين دوك التصاور كانت صوره قديمه ديال جدي في شبابه مع جوج صحابه، والصدمه كان واحد منهم هو داك الراجل الغريب، نفس الملامح ما تبدلاتش. شنو ممكن يكون السر اللي مخبيه واللي خلاه يجيب الكتاب لهنا؟ خديت ديك التصويره حتى هي باش نديها معايا، وغير جيت نهز الكتاب حسيت بواحد البروده بحال الا شي قطعه ديال الثلج، وسمعت واحد الصوت عاوتاني كيهمس في ودني: فين غادي؟ واش غادي تخليني بوحدي؟ الصوت كان جاي من الصالون فين كان ناعس داك الراجل. غير هبطت لقيت الباب محلول، بانت لي واحد العين حمرا كتشوف فيا من داك الظلام. خفت بزاف حتى نفسي كانت غتقطع. جريت لباب الدار باش نخرج، ولكن الباب كان مسدود بحال الا شي حاجه ثقيله حابساه من برا. مشيت للكوزينه كنجري، هزيت قرعه ديال الزيت وحطيت الكتاب وسط المراح، كبيت عليه داك الزيت، يلاه جبت البريكه باش نشعل العافيه. حسيت بيدي كترعد، البيبان ديال الدار كلهم كيتخبطوا، وداك الظل عاود بان من جديد. قريت القرآن وشعلت العافية في داك الكتاب، غير شدات فيه داك الظل بدا كيغوت، وهاد المرة الصوت كان مسموع، غوطة ديال شي واحد كيموت وكيتعذب. وقفت كنشوف العافية كتاكل داك الكتاب اللي ولا كله رماد كحل وريحة خانزة، ودوك الرسومات اللي كانوا فيه كيبانوا في الدخان بحال الا كيتعذبوا. كنسمع الصوت ديال باب الدار اللي تحل بوحدو، الشمس كانت طالعه. خرجت وخليت كل شي ورايا، مشيت لمدينه اخرى عند عائلتي باش نقلب على الحقيقه ديال داك الراجل. للاسف حتى واحد من عائلتي ما قدر يعرف شكون هو داك الراجل الغريب. هذا هو السؤال اللي كان غيحمقني، شكون ممكن يكون؟ شنو علاقته بجدي؟ وشنو السر ديال داك الكتاب؟ علاش اختارني انا من دون العائله؟ واش بصح ما كانش خاصني نحل ولا خاصني نقراه؟ رجعت لفاس ولداري. دازت الايام، في ليله وانا جالس في القهوه جا عندي راجل كبير ما كنتش كنعرفه، الملامح ديالو مألوفه. جلس قدامي وقال لي: الكتاب ما تحرقش، غير تبدل المكان ديالو. حسيت بالتبوريشه في لحمي، قلبي بدا كيضرب بالزربه. شكون انت؟ جاوبني وهو كيضحك. رجع لدارك يا محمد. كنرجع للدار في لقيت الباب محلول بحال الا شي واحد كيتسناني. طلعت بالزربه لبيتي، حليت الماريو، والصدمه الكتاب كان تما جديد، ما فيه والو، لا رماد ولا حريق بحال كيف كان في الاول. في اللحظه اللي مسيت فيها الكتاب الضو طفى، ويدي بدات كترعد بحال ديك الليله المشؤومه، وسمعت داك الصوت القديم رجع: دابا نقدروا نكملوا القرايه. الدم محمد ما كيتقطعش، والسحر كيبقى في الوريد. ومن وسط داك الظلام بان داك الراجل الغريب، نفس الملامح، نفس الجلابه الكحله، غير هاد المره ما كانش باين عليه التعب، بالعكس كان كيبان قوي. السحر ما كيموتش، كيتورث، وانت اخر واحد في السلاله ديال جدك. من بعد ديك الهضره جمدت بلاصتي، قرب مني كتر وحط يدو على كتفي. جدك ما كانش راجل صالح كيف ما كنتي كتصور، كان آخر حارس للكتاب. ملي مات خاص الكتاب يختار واحد من جديد، وانت هو المختار. الضو شعل بوحدو والكتاب تحل قدامي، الصفحات ديالو بداو كيتقلبوا بوحدهم، والكتابة اللي ما كانتش مفهومة ولات باينة وواضحة. دابا عرفتي الحقيقة محمد، راه ما كنتش ضيف، كنت رسول. الدم ديال جدك باقي فيك، والسحر وردتيه بلا ما تبغي. غتكمل الرسالة ولا روحك هي اللي غتكون الخلاص. من ديك الليلة بديت كل مرة كنحلم بجدي كيوريني طقوس وطلاسم وحاجات جديدة في السحر والشر، حاجة اللي أنا ما اختاريتهاش. جدي باقي عايش وعايش فيا.
كان هذا هو اللي خرط القصة. ما تنساونيش من تعليقاتكم الزوينين. باي.